السلام عليكم. ودائما مع كرة القدم وكأس العالم 2026 بأمريكا والمكسيك وكندا. بالنسبة لمباراة اليوم كانت مباراة قتالية بين فريقين، يعني واحد إفريقي وواحد أوروبي، يعني الفريق الألماني ضد الفريق الإيفواري فريق ساحل العاج. هذا الفريق الذي أبان عن قوته في المباراة الأولى التي ربح منها 3 نقاط، ولكن في المباراة اليوم كان يعني هناك اختلال يعني في الهجوم وخلل يعني في صنع الأهداف، ولم يستطع أن يحافظ على الفوز ديالو ب1-0. دار خطأ فادح القاتل الذي فوت عليه الفوز عند تضييع فرصة صناعة هدف 100%، وضعها اللاعب يعني في الأواخر يعني المباراة. إلا أن الألمان بعد تعادلهم حققوا الانتصار في آخر يعني الوقت بدل الضائع. يعني هنا يتبين مدى قوة الألمان وضعف الفريق الإيفواري، ضعفه في الحفاظ على نتيجة الفوز وكذلك الحفاظ حتى على نتيجة التعادل. هنا يتبين يعني قوة المنتخبات يعني في كأس العالم، يعني من حيث الجاهزية ومن حيث القتالية ومن حيث الانضباط ومن حيث يعني الحفاظ على النتيجة إلى آخر راوند. مباراتهم مع ألمانيا بانت عن ضعفه من ناحية التأهل، نقدروا نعطيوه 6/10 كبلد إفريقيا العربي أنه يستحق يتأهل، عكس المنتخب المغربي ب3 نقاط. سجل هدف في الدقيقة الأولى يعني ولا الدقيقة الثانية من المباراة، واستطاع الحفاظ على تلك النتيجة يعني 90 دقيقة رغم محاولات الفريق الاسكتلندي لتعديل النتيجة لم يستطع ذلك. من هنا يتبين يعني مدى انضباط وجاهزية اللاعبين والفرق يعني في الحفاظ على النتيجة إلى آخر لحظة.